أيها السيدات والسادة، سأكون صريحا مع كل عاشقي كرة القدم العربية والمغربية. بالله عليكم أخبروني، ما هي كرة القدم بدون الرجاء؟ بالله عليكم أخبروني، ما هي كرة القدم بدون الرجاء العالمي؟ كيف ستكون كرة القدم بدون الرجاء؟ بالله عليكم أخبروني، ما هي كرة القدم المغربية بدون الرجاء؟ أوه ياهي من لحظات، ياهي من لحظات، والعاشقون المغرمون لعالم كرة القدم الرجوية يقولون تطوف القلوب وبها العيون، وأبدعت في الكون وما تجتلي عيون، وما هو سر دفين وزينة ويا لهذا الجمال. هكذا يقول الشاعر السعودي عدنان بن علي. لكن هناك مقولة مشهورة، لكن أنا سأقولها بعبارتي: ما أكثر الأندية العربية حينما تعدهم لكنهم في النائبات الرجاء العالمي. إي والله. وإن لم تستطع أن تشارك بصنع الجمال فما عليك على الأقل أن تحتفي به. هذا هو الجمال برم عينه. يا عشاق الجمال تواصلوا وتواصلوا، فالحضارة لا يملكها الغرب ولا الشرق، بل إنما يمتلكها الإنسان القادر على تذوق الجمال أينما يراه. هذا الجمال برمن عينه. الرجاء نزار كرة القدم، أما البقية فهم قارعي طبول. إيوه. وصلتني هذه الأيام رسالة من عاشق كرة قدم يقول: عبد السلام، لماذا تحب نادي الرجاء؟ فأجبت بكل صراحة: لست أستحي من الاعتراف بانتمائي إلى الرجاء، فهي حضارة الإبداع والجمال، ففي كل أحوالي أرفض الهروب من قدري، فليس هناك من مكنسة سحرية تحملني إلى حضارة الأخير.